سبب هذه القصة. هذه القصة وردت في سورة الكهف التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة في العهد الأول للإسلام. نزلت السورة والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مستضعفون في مكة. نزلت السورة وشرذمة من المشركين قد من الله عليهم بأموال وبنين فتكبروا وطغوا وبغوا وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لن نجالسك ومعك هؤلاء الأذلة، لن نجالسك ومعك هؤلاء الفقراء، فإن أردت مجالستنا ودعوتنا فاجعل لنا مجلسا خاصا لا يحضره أحد. فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدا بناء على رغبتهم ورغبة أن يهديهم الله. ويأتي ذلكم الرجل الأعمى بدون إذن ولا علم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا أعرض بوجهه كأنه لا يراه، فأبصره المشركون وقالوا: هذا منهم. فلما كان الوعد سبق منه وهو صادق الوعد، وكان الرجاء في قلبه لهداية هؤلاء لمكانتهم في المجتمع الذي هو فيه، حصل منه ما حصل في وجهه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. في هذا الجو المفعم بالصراع بين الحق والباطل، حيث تمثل في صف الباطل المال والبنون والكثرة، وتمثل في صف الحق القلة والفقر والأعمى والأصم وكذلك العبد المملوك. في هذا الصف قلة مستضعفون في الأرض لكنهم يمثلون الحق، وفي ذلك الصف الآخر كثرة كاثرة من الله عليهم بالأموال الكاثرة والبنين المتكاثرة، فتكاثروا في الأموال والأولاد وألهاهم التكاثر عن الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. في ذلكم الجو نزلت هذه القصة. نزلت هذه القصة لتبين حال المؤمن المتمسك بإيمانه ولو كان ليس عنده حظ من الدنيا، فما يملكه في قلبه من عقيدة إسلامية صحيحة خير من الدنيا وما فيها. إنا جعلنا ما على الأرض من عقارات، من عمارات، من سيارات، من ناطحات سحب، ومن ما تراه العيون، كل ما على وجه الأرض فتنة للإنسان فوق الأرض لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في ذلكم الجو المفعم بالصراع القوي بين الحق والباطل تأتي آيات سورة الكهف تخاطب قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق. لماذا قدم هذه التوصيات كلها قبل قوله تعالى وقل الحق؟
لأنه لو لم يصبر مع هؤلاء الضعاف الفقراء المحتاجين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإن الله لا يثبته على الحق. فلما صبر صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء جالس المساكين، يمر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كل يوم على الفقراء المعذبين في سبيل الله، يزورهم في مواطن تعذيبهم، يثبتهم على الدين. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وزنير يذهب بصرها، وبلال الصخرة فوق صدره والسياط تلسعه، وهو يقول أحد أحد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لا يدعون اللات ولا العزى ولا مناة الثالثة الأخرى، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نزلت هذه السورة قبل الإسراء وقبل فرض الصلوات الخمس، وكانت الصلاة وقتئذ صلاتين اثنتين، صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الغداة، وصلاة قبل غروبها. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم. ليه؟ تريد زينة الحياة الدنيا، لأن هؤلاء لا يريدون الدنيا، يريدون وجه الله، ووجه الله لا يرى في الدنيا.